وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بلو زونز ويلنس بودكاست. النهاردة معانا نموذج جميل جدا للشباب المصري الناجح المتألق محمد أوكا. أهلا بيك. عامل ايه؟ ده فيلم ميكر. أنا تمام، ربنا يخليك. الحمد لله والله كله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. وشكرا إن أنت جيت لي، وأنا عارف أنت جاي من يوروب تريب بالظبط. ووقتك ضيق جدا. لا الشرف ليا والله، بالعكس انا احب اطلع معاك طبعا. ربنا يخليك يا رب. بس أنا عندي عتب عليك. عينيا قول لي. أنت بليتنا بلوى سودة في ليه السوشيال ميديا. بس؟ على طول بيرسونال براندنج خليت الهاجع والناجع يطلع قدام الكاميرا بمواضيع مهمة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان سبحان الله ما فيش قبول يعني. فهو البيرسونال براندنج لكل الناس. هو لكل الناس ومش لكل الناس. هو سبحان الله كده تحس ان انت في الشخص بيتولد من هو صغير، هو عنده البرسونا بتاعته، عنده البرسوناليتي بتاعته، فبتبقى لايقه عليه من هو صغير كده. كان ده المسيطر بتاع الشله، ده الكوماندا بتاع الشله، الناس كلها عايزه تروح تاكل هنا، هو يقول هنا يلا. فده البرسونا بتاعته، ان هو بيعرف يقنع الناس، لان البيرسونال براندنج ده شخص لازم يأثر على الناس او يفتح مخهم لحاجه معينه. في ناس مش بتاعته لازم يكون عنده ملكه، بيعرف كاريزما وبيعرف يبيع وبيعرف يتكلم وبيعرف يقنع، والحاجه دي لايقه عليه. بشوف من كل 10 في 3-4 بتاعتهم مكتوبه له لايقه عليه، والباقي اخرك تحاول، اخرك يمكن تتعلمها. بس مش لكل الناس اللي يقول لك بيرسون براندنج دي بتاعت لا 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 لا، في ناس لايقه عليها وفي ناس مش لايقه عليها. طب جميل جدا الكلام ده، لأنه فعلا في ضحايا للبيرسونال براندنج متعلقين جدا جدا بالظهور، وسبحان الله يعني ما فيش قبول، وهي مش بالعافية زي ما انت تفضلت. بالظبط يعني في بقى الفير اوف ميسنج اوت. في ناس خايفه دلوقتي لانه التون اوف فويس، الورد اوبينيون، انه لازم يكون عندك بيرسونال براندنج علشان خاطر تكون ناجح اكتر في شغلك. ففي الحاله ديت اللي ما عندوش كاريزما دوت وحاول وما جاتش معاه يعمل ايه؟ ممكن يكون ستوري تيلر. يعني ستوري تيلر دي مش محتاجه يكون عنده كاريزما، شخص بيوثق يوم، شخص تعالى اقول لكم انا فتحت المصنع بتاعي ازاي، شخص تعالى اقول لكم انا سافرت يوروب لقيت ايه. هو بيدوكومنت. بس انت هنا مش بيرسون براندنج قد ما انت بتكون بلوجر. يعني موجود عندك تواجد، بس مش مطلوب منك تستغل كاريزمتك وتستغل ان هي انت مش كاريزما، فخلاص اركن على جنب، ما تجيش جنب الحته دي. طب حلها ايه؟ وثق يومك. انت راجل ديكومنتيشن، بتوثق يومك، اكلت ايه، رحت فين، لقيت المصنع ده والله بيبيع غالي، لقيت مصنع تاني في دمنهور بيبيع نفس الحاجه بحاجه ارخص. حلو، خليك في الحته دي. مش مطلوب منك تكون كاريزما، مش مطلوب منك تكون عيل كده لسانك حلو، مش مطلوب منك الحاجات دي كلها. يكون بيقدم قيمه معينه وفي نفس الوقت بيلقي الضوء بالظبط على البيزنس بتاعه. بالظبط، بتخدم البيزنس بتاعك، بتعلم الناس انت استفدت بايه، خسرت بايه. خلي بالكم يا جماعه عشان في كذا كذا، الحاجه دي اغلى من بره. دي كومنتيشن. ما تحطش نفسك في حته ان انت شخص مؤثر وان انت شخص يعني بعمل الكاريزما بتاعتي استغلها. لا، لانها مش بتاعتك ومش لايقه عليك. يا جماعه بطلوا لو سمحت. لو سمحت. محمد، انا معجب بالجيرني بتاعتك قوي قوي. ما شاء الله. يعني انت ابتديت من انتري ليفل ماركتينج، وحتى كنت نايم في صوره من صورك او فيديو من فيديوهاتك. شفت التلفزيون على المكتب حرفيا، التلفزيون اللي هو قد كده ده. بتشوف يعني ايه الفرق بين الرحله بتاعتك وبين الشباب المستعجل دلوقتي، اللي هو شافك ما شاء الله دلوقتي محقق نجاح ومشهور وعندك بزنس بتاعك وكده، وعايز في يوم وليلة يبقى زيك؟ والله بص، انا لما بدات مثلا بنتكلم مثلا في 10-15 سنه قبل كده، الفرق بين الناس زمان، انا كان نفسي مثلا اطلع زي الشخص اللي كان بيعلمني. تقول لي نفسك في ايه؟ كان مثلا اسمه احمد، نفسي اطلع زي احمد، بشتغل وبروح وبحاول وعايز اكل زيه وعايز البس زيه وعايز اتكلم زيه. ده المنتور بتاعي. دلوقتي بعض الناس، هو انت بتعمل ايه يعني؟ هو عايز الشورت كات، انت بتعمل كذا كذا، هطلع اعمل فيديوهات زيك، ما انا اللي بعمل كذا. ما عندوش الحته بتاعت ان انا اتمنى لك الخير ولازم اقف في الطابور واقف في الصف لحد ما الاذان ياذن، مكتوبه لك يلا اتفضل دورك جه. هو عايز يشغل دماغه عن الصف. طب لو عملت كده، اديت طارق كتف واديت كذا كتف ومش عارف عملت ايه، اطلع فهلوه. فبيجي
فاكر ان الدنيا كلها ماشيه في هلوه، بيقع بقى في الارض الواقع بيتصدم ان هي مش في هلوه. ده خالص. هي سعي، اجتهاد، اذن من عند ربنا. هتقعد تفرك، هتفضل تجيب لي يمين هتجيبها شمال، مش هتظبط. فانت اقف في الطابور لحد ما يتنادى اسمك. انا ما عملتش اي حاجه، انا قاعد ما عملتش حاجه غير انا بروح الشغل وبسعى وبنزل فيديوهات، بروح الشغل وبسعى وبنزل فيديوهات. فجاه اسمي نادى عليه، دي الجيرني بتاعتك. بس ما عملتش اي حاجه، ولا خدت كورس بره. مش هطلع اقول لك بقى ان انا سافرت يو كي وحضرت ماسترنج ايه، ولا خدت كورس في الماركتنج، ولا رحت جامعه ولا اي حاجه. انا اغلط اتعلم من غلطي، اغلط واتعلم من غلطي بس. واقف في الصف بتاعي وبسعى وبجتهد وبحاول اعمل نتورك تكون محترمه شويه شبهي، مش اكتر ولا اقل. وقاعد مستني اسمي يتنادى، لان انا عارف ان انا اخري 80%، في 20% مش بتاعتي. دي لما ربنا يأذن باب يخبط، اتفضل يا باشا خد الفلوس دي كلها، اتفضل يا باشا خد الشهرة دي كلها، اتفضل يا باشا خد التأثير ده كله. مش شطارة ومش مجهود، انت بتسعى. في بقى حد ايه مش شايف الحتة دي واخدها فهلوه، هو كان بيعمل ايه؟ لا تعالى يا حبيب قلبي، انت عارف انا بقالي قد ايه؟ انا واقف في الصف بقالي 10 سنين مستني بس اسمي شكلك يتنادى. صغير بس 37 سنة. ما شاء الله شكلك 27. ربنا يكرمك. انا حبيت البودكاست ده خلاص. لا بجد والله يعني ده سلكان بس، ده سلكان. سلكان سلكان عشان كان شكلي صغير. بيبان. لا والله انا شفت نماذج صعبت عليا، وشفت نماذج فرحتني. يعني اشوف الشاب الصغير اللي هو انت مش عاجبه بس مش قريك. طب انت يا ابني عرفت رحلتي، يعني زي ما انت تفضلت شفت انت عرفت، انت تعرفني، تعرف انا عملت ايه، وصلت هنا ازاي، اجتهدت قد ايه، نمت معيط اصلا على المخده زي العيال الصغيره قد ايه. محدش بيشوف، عايز يوصل وخلاص. وللاسف عطلانين كتير. يعني هو بيفضل ان هو يفضل عطلان، او يبص الواحد ويقعد يشوف وصل لايه. وفي الاخر للاسف زي ما انت قلت، يعني لو حتى جات له الفرصه مش هيعرف يعمل بيها حاجه لانه مش مؤهل. يعني انت بتقول انت ما عملتش حاجه، لا انت عملت، انت صبرت وسكت واستحملت ما 10 سنين واتعلمت. دولت في 500 قلم اخدته، وحصل لي مواقف اتعلمت فيا. من الاخر هي لازم تستوي لازم تسوي بالبلدي، صح. لازم تستوي. هتتحط على الحله، هي المكرونه بتقعد 10 دقايق، لازم تقعد 10 دقايق. ما تشغلش دماغك وتزود النار فتعمل دماغك تشغل دماغك فتقعد والله 6 دقايق. هتقعد 10 دقايق لحد ما تتسلق. زي ما شفت النماذج دي، شفت ناس يعني هذكرهم في وجودك عشان هم بيحبوك قوي. كنت قاعد في مكتبي بشوف الايميلات بتاعتي، وبجالي ايميل بصورتي في البودكاست، شكلها حلو وعامل ديزاين كده. فلقيت اللاين كده بيقول لي دي هديه مني ليك، انه شايف انه ممكن تحسن الجوده بتاعت الكفرز بتاعتك، ودي هديه مني ليك، ولو عوزت حاجه تانية قول لي اعملها لك بالحب. يعني من غير انا ما يعني قلت والله ولدان حلوه بس مش هنزلها، ونسيت الموضوع شويه. لقيته عمل لي حاجه تاني وبيقول لي بس انا يعني عايز اشتغل معاك. لقيت نفسي بغصب عني عايز اشوف مين ده يعني. فاهم؟ شفته ولقيته شاب صغير عنده 17 سنه ما شاء الله من المنصوره. قلت له طيب انا عايز فنان مش عايز حد عادي. قال لي يبقى انت جيت للمكان الصح، انا فنان. عايز ايه؟ طلبت منه 4-5 حاجات، والله العظيم 4-5 حاجات. ما قاليش بكام، امتى، ولا ليه. هو دلوقتي فول تايم ما شاء الله حلو 17 سنه. لما سالته انت عندك كام سنه قعد يضحك وقال لي لا مش هقدر اقول لك. فقلت له ليه يا ابني ما تقوليش؟ قال لي اصل السنين دي كل سنه بتكون بدايه جديده، فانا مش عايز. قلت له يا ابني هات من الاخر. قال لي والله انا خايف ترفدني وبتاع. انا عندي 17 سنه. قلت له لا انت فنان وانا فخور بيك والله العظيم، ولو مش هستفيد منه وانا بستفيد منه، بس مش هستفيد منه اخليه صح علشان خاطر الافورت اللي بيعمله والمحاولات. وفي ناس تانية تقول لك لا والله ده انا احسن من فلان وفلان وهو ما يعرفش حاجه عن الموضوع. ونفس الموضوع حصل معايا في مونتير برضو. نفس قسم من المنيا يعني. شوف اوكي، بس الشباب قاعد مجتهد بيسعى، وبيسعى كمان بإفرت. هو زي ما الصياد كده بيروح يرمي يجيب سمكة ويحطها ومش عارف هيطلع حاجة ولا لا، بس بيحاول.
بحقيهم في وجودك عشان انت بالنسبه لهم رول موديل يعني الحمد لله. وممثل كبير. معلش درفتت شويه، تعال نرجع بقى لحته السوشيال ميديا والبيرسونال براندنج وادمان اللايكات، والقد ايه الواحد بيكون فرحان وبازنج لما مم. ارقامه بتعلى وبيهبط تاني. يعني في ناس بتبقى خلاص مقدمه على انهاء الحياه. بتشوف دي وشايف اسبابها وايه طريقه التعامل معاها وعلاجها، وتنصح ايه الناس اللي بتمر بالابس Up and اند داونز downs. الوهميه خالص دي؟ هو السوشيال ميديا في ادمان السوشيال ميديا، فاذا السوشيال ميديا انا بشوف اخطر من المخدرات. على الأقل المخدرات انت لازم يكون معاك فلوس عشان تنزل تسكور، لكن دي صحيح. حاجه فور فري. حاجه انت قاعد بتقلب فجاه بتلاقي نفسك ساعه راحت من وقتك، ساعتين راحت من وقتك، فجاه عملت فيديو فتح بيجيب لايكات، الفيديو تاني ما بيجيبش لايكات، فانت كده في حاجه غلط. اذا مقياسك او بتشوف نفسك ناجح او مش ناجح بعدد اللايكات، فشخص فاليو كبيره، دكتور عظيم، محامي عظيم، ايا كان مين عظيم، انت سبت كل ده وقاعد اذا الفيديو جاب 200 لايك يبقى انا في حاجه غلط، فكارثه. هو قايس النجاح بالنسبه له باللايكات والمشاهدات، لايكات توديه ولايكات تجيبه، كومنتات توديه وكومنتات موضوع تجيبه. عاطفي جدا محمد، هو عاطفي شعور جدا. رش هو السوشيال ميديا أو شعور لحظي ووقتي، بتحس احساس معين ان انت شخص مرغوب فيه. البنت جالها لايكات فبتحس ان هي ملكه جمال الكوكب، مفيش لايكات ايه ده راحت عليا ولا ايه، فبتبقى عايزه صوره تانية فايدت تاني، فجاه بتلاقي عماله تبعد عن شخصيتها. هذا كميه مشغوله مخها كله في شغلها والفلاتر دلوقتي فبقت النهارده عماله تحلي من شكلها وناسيه شخصيتها. انا بقابل ناس، عارف لو ده هو ده بيقابل ناس في ايفنتات ولا كذا، لا انت استحاله تكوني انت تفتح الصوره بتشوف شكل وستايل وجسم وبشره غير واقفه قصادي، فعماله تحلي من نفسها وناسيه شخصيتها. فطبعا كل صوره ما تبقى ايديت اكتر كل ما جبت لايكات اكتر، اذا زودت الايديت بدل ما تجيب 1000 لايك 2000 لايك، فعماله تبعد عن شخصيتها وتبقى شخصيه تانية، فبتستخبى ورا الشاشه. دي ما بتنزلش، ما بتحضرش، ما بتقابلش حد، لان اللي هيشوفها على الحقيقه ده مش ده، هتصدم. مش هتصدم. فعماله تبقى شخصيه فيك وبتنسى شخصيتها الاساسيه، بتنسى الفاليو بتاعها، بتنسى افكارها، معتقداتها، اسلوبها، لسانها، بتنسى حاجات كتير جدا، وعامله صوره معينه في خيالها عماله تنزل عشان تاخد الشعور انا مرغوب فيا، انا حلوه، او دكتور، او سين بزنس مان، انا الناس كلها عايزاني، فبيجيب حاجات مقياسه لايكات وكومنتات. باشا مش انت فاليو انف، مش يعني الحل ان الواحد يعرف قيمته. اعرف قيمتك واشتغل على نفسك، اشتغل على ثقتك بنفسك. مش قصدي حاجه، انا عارف ان انا جامد، جاب 1000 مشاهده، جاب مليون مشاهده، لو جاب مليون هو نفس انا، لو جاب 1000 هو نفس انا. هو السوشيال ميديا والشهرة ألم بيخض الخفيف، ألم. الشخص لو مش ثابت، شهرة بتخوف فجأة، مش قصدي حدش يعرفه غير أبوه وأمه، نزل الشارع فجأة الناس كلها عايزة تتصور معاه، خضة تهز أي راجل، تهزه، إيه ده أنا مرغوب فيا. فجأة كان أهبل العيلة، مش فجأة عارف. بقى دلوقتي بقى بني آدم والناس كلها عايزة تتصور معاه. فالخضة دي لو هو مش ثابت وسوي نفسيا، وعارف ان هي زي ما جات لي كلها 3 4 شهور وتروح لغيري، النفوس الضعيفه بيتهز، بيتسوح، وممكن يضيع اصلا. يضيع بقى خلاص. هو السوشيال ميديا هي اللي سايقاه، انا بستخدم السوشيال ميديا اداه لاحصل على البلان بتاعتي، كلاينتس، نتوركينج، مش ان انا فولورز ومفيش الكلام ده. لا هو لو كان ده المقياس ما كانش مش عارف كام الف واحد رايحين فرح اسمه ايه ده كروان مشاكل. كرام مشاكل ده انت دي كانت عركه. يعني مع احترامي طبعا هو مش ذنبه اللي بيحصل ده، بس عقول الناس اللي ما هي بص كلها هي كوميونتي، هو ده بيجمع نفس الناس اللي في نفس الفكر، نفس الناس دي بشوف لوزرز. في واحد عنده مليون مشاهدة وفي واحد عنده 100,000 مشاهدة. ما هو اللي عنده 100,000 سوري عنده 100,000، واحد عنده مليون فولور، واحد عنده 100,000 فولور. اللي عنده 100,000 فولور ده عارف يستفاد منهم ويفيدهم، فبيعمل فلوس وعنده امباكت قوي عن حد تاني عنده مليون فولور
بس كلها لايكات اعمل ايه باللايكات والكومنتات؟ هو انا ملهاش بنزل قيمة ادفع حقيقية. قسط الفيلا بتاعتي بدفعها باللايكات والكومنتات؟ لا هو طبعا. انا بروح ادفع كشف الدكتور بدفعه واقول له لو سمحت انا عندي لايكات عايز فلوس. فاللي داخل السوشيال ميديا حلين، يا اما امباكت وباور تأثير قوي وعلاقات واعمل ازود الدخل بتاعي، يا اما داخل فرحان باللايكات والكومنتات ودي تعمل لي فولو ودي تعمل لي فولو ويفضل في الجو ده. مفيش، ده ملهاش اي قيمة ملهيش حقيقية، اي قيمه حقيقيه ولا قدم فاليو ولا استفاد وبالظبط لو واحد طلع اهبل منه هيجيب مشاهدات احسن منه. وفي بالظبط. فهي النهارده في جزء من الناس انت مجرد انترتينر للناس، انت بتعمل فيديوهات عشان تسليني بقى. ايوه ما بدفعلكش فلوس، انت مجرد شخص بتسلي الناس على التيك توك. مفيش باور مفيش تأثير. ولو لقيت حد تاني بيضحكني اكتر هروح له هو اكتر. ولو انت قعدت 4 ايام ما تنزلش انا نسيتك. لكن الشخص التاني الباور الناس بتفضل قاعده مستنياه. باور لو اختفى 100 سنه مسنينه عشان عنده قيمة حقيقية عنده بيقدمها، قيمه طبعا. وبصرف النظر بقى شافوا 1000 شافوا مليون شافوا لحد 100 النهارده فيديوهات الله يرحمه ابراهيم الفقي موجودة. موجوده. شيخ لحد شعراوي النهارده الشيخ الشعراوي، مفيش لحد في السوشيال النهارده ميديا اصلا. دكتور مصطفى محمود. ده الباور او ده الاثر الوحيد الناس اللي الامباكت ادت قيمة للسوشيال ميديا مش خدت قيمة من السوشيال ميديا. النهارده الانفلونسر ده ولا التيك توكر ده والله العظيم لو قعد اسبوع ما ينزلش جاله برد بس اسبوع هو اتنسى. الناس اللي بعده الناس الفولورز مش لويال ليه. مش لا عشان مفيش مفيش قيمة حقيقية اصلا كونتنت بيقدمها. مفيش اي باور. طب في حاجة صدفتني وعايز اسألك عنها وحذر الناس منها. بص يا باشا، انا مبتدي من فترة مش بعيدة، يعني بقى لي يمكن 6 شهور واخدها شوية جد في البودكاست، وبناء عليه بيبقى الريلز في السوشيال ميديا وكده. فدايما اعتمادي على في الاول الضيف مين معايا، وفي بقى الضيف بيلمس حاجة معينة في المجال الطبي مثلا في الصحة ما اعرفش ايه، فابتدي في تفاعلات. في ناس جات لي هنا او يعني جت معايا عملت معايا بودكاست، ابص الاقي اول حاجه عنده 2-3 مليون فولور مبدئيا. تاني حاجه ابص الاقي الفيديو مثلا ايه نزل شويه ما عملش اي تفاعل، ومره واحده الاقيه ومثلا الاقي ايه الكومنتس كلها ايدين مرفوعه لايكات قلوب، حاجه يعني اخر فيك وحاجه حقيره الصراحه وملاش اي قيمه. و ناس تانية بتكون مثلا فيديو جاب مثلا let's say 100,000 مشاهدة بس عامل مئات الكومنتات الفاليد وما اعرفش ايه. هل ده بيسموه ايه؟ تفيك فيك فولورز ده فيك بوت فيوز فيك كل حاجه ده حياته يعني كلها فيك في فيك في فيك في فيك. ده بس يعني موجودين كتير وبيخدعوا الناس. هو ده غالبا بنسبه كبيره لبس شركه السوشيال ميديا زمان اقنعته، لان برضو الشخص ما عندوش الوعي ما عندوش الكافي. وعي. هو حاجه من الاثنين، يا اما هو قاصد وعايز يعيش العيشه الكذبه دي ان هو دكتور الفلاني عنده 100,000 وانا طب ازود. هو حاطط عارف واحنا في الامتحانات هو باصص فرقه غيره فعايز يعمل زيه. طب الدكتور ده بقاله على السوشيال ميديا حضرتك بقاله 4 سنين، فطبيعي جدا يكون عنده 200,000 300,000. نحترم الجيرني، تعالى نجتهد انا وانت ونعمل اورجانيك. لا انا عايز 300,000 فولور وخلاص. اشمعنى الدكتور الفلاني ده اشطر مني او عنده فولورز اكتر مني؟ ما هي مش بالفولورز يا دكتور. فهو عايز يزود فيك. ده حلال فيه اكونته يبقى زي الزفت. ده هيفضل طول عمره كده فيفضل ايه يشتري. عايش على الحته دي. مين بقى المستفيد العالي اللي بتبيع له؟ فيفضل في الحته دي. بس في حاجة برضو للأسف وأنا بوعي أصحاب الشركات، ربنا يسامحني بقى، بس بوعي أصحاب الشركات بيخش عليك يقول لك والله شوف أنا عندي، أنت ما شفتوش قبل كده بس يقول لك أنا عندي 2 مليون فولور، وبص الداشبورد بتاعتي فيه 2 مليون 3 مليون 4 مليون فيو، لأنه بيقدر يعمل كده طبعا. والناس بتشتري بتدفع آلاف الدولارات عشان خاطر يعملوا لهم إعلان مثلا أو ينوهوا عن خدمة معينة، وفي الآخر زيرو كومباك، مفيش اوتكم، صفر. فده في شيء من النصب يعني تقريبا. هو ده يعني نفتح يلعب معلش. لا بص هقول لك حاجه، دي كانت ازمه للناس كلها وقعت فيها. فاكر انت الناس اللي في الفيلر الدايم؟ لحد النهارده في ناس بتدفع دايما في فكره الفيلر الدايم. الناس اللي هي كان من 10 سنين اعرف ناس لحد النهارده وشها بايظ بسبب طلع ترند بتاع الفيلر الدايم. ففي نفس الفكره في السوشيال ميديا اول ما الناس بدات كانوش فاهمين يعني ايه حاجه زي كده، فبيفرحوا بالكومنتات وعارف ان هو هيلبس في الحيط قدام بس هو مش فاهم ده.
فلحد النهارده بيدفع ثمن ان الاكونت بتاعه مش هيقوم. خلاص الاكونت كله فيك في فيك. انتهى خلاص. ده خلاص انا بشوف اعمل اكونت جديد احسن لك، وابتدي من الصفر. ويبتدي بالصفر احسن لك 100,000 مرة. لكن ان انت هتفضل تكمل غلط في غلط، هتصلح غلط بغلط اكتر منه. فهي راجعه بقى. وهم انت بتكذب على نفسك. انا بقول له طب تعالى الاثنين، ايه احسن مول انت ايه اشهر مول عندنا؟ فلان تعالى اخدك وننزل. لو واحد سلم عليك يبقى بحق. انا بشوف المقياس الحقيقي الشارع. طب اقول لك حاجه، شايف الجاكيت ده؟ اطلع بيعه لي. الفضيحه هنا بتبان. كم واحد هيشتري الجاكيت ده؟ فبتلاقي واحد عنده 50,000 فولور بيبيع 60-70 جاكيت أحسن من واحد تاني عنده مليون ما جابلكش أوردر واحد. دي رسالتك أصلا يعني. انت دي دايما البراندات بقت فاهمة والأودينس بقى فاهم. البراندات زمان كانت بتجري ورا اللي عنده فولورز ويعملوا الكامبين، يفضلوا قاعد جنب التليفونات. فهموا. دلوقتي طلع UGC، دلوقتي طلع المايكرو انفلونسر، طلع دلوقتي الميكرو انفلونسر. الناس دي بقت امباكت. بدل ما احط الميزانية بتاعتي واحد انا بالواحد ده اجيب 10 صغيرين واجيب تفاعل واجيب سيلز اعلى 100,000 مرة ما احطها في 1 ميجا انفلونسر. الكلام ده هيزعل الناس مني لان مليون في المية اكل عيشنا على الميجا انفلونسر، بس هيزعل الناس، بس ده الحقيقي. لا شوف انا اعرف عملائك يعني تقريبا منهم، بس الناس فيري كريديبل يعني. تعبوا ومشوا مشاوير مهمة وليهم امباكت حقيقي على الارض يعني. بس انا معاك، ليه ادي واحد مثلا 50 جنيه وانا اقدر اجيب 5 ادي لكل واحد 10 مثلا. طبعا ما حدش بياخد 50 جنيه من زمان ما كانش في غير هم 5 6 10 بس انفلونسر، فانت مجبر تستخدمه تروح لحد عندهم. دلوقتي بقى في اوبشنز كتير جدا، وفلان بتاع سيلز وفلان بتاع ريتش وفلان بتاع يعمل لك منتج كويس. فيعني في واحد ده هديله الكامبين تليفوني مش هيبطل رن على طول، الله اكبر، ده بتاع سيلز. في واحد مش هيجيب سيلز بس الفيديو هينتشر يعمل لك publicity. في واحد تاني ولا هيعمل ده ولا هيعمل ده، بس هياخد الجاكيت ده هيصوره احسن صور واحلى فيديوهات وهيديني حاجه كده حلال عليه الفلوس اللي هو خدها. فبقيت دلوقتي الكلاينتس بقت فاهمه كويس جدا 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 مين بيبيع ومين. والكلاينتس بيقعدوا مع بعض في القهاوي، بقول لك فلان ده انا جبته في كامبين ما باعليش. خلاص في ثانيه كل الكلاينتس وكل البراندات عارفه ان فلان ما بيبيعش، خلاص اتحرق. وفي بيلعب على الكلاينتس اللي عيني لسه جاي ومش عارف على نيو بلاد. صحيح. عشان كده تلاقي انفلونسرز ما بيشتغلش مع كامبين مرتين، تعمل معاه اول مره اتحرق، عارف ان هو اكس خلاص. وده عشان الاستعجال بدليل انت النهارده بدون ذكر اسامي في ناس انا وانت عارفينهم في مصر عندهم مليونز اوف فولورز. كم كامبين في الشهر الباشا؟ واحده. وتلاقيها مثلا ايه للوكال فيري لوكال براند. خلاص اتحرق. ليه؟ الناس جربته مره على مدار السنين، كله اشتغل معاه، عارف ان مفيش امباكت حقيقي، مفيش سيلز، مفيش كذا مفيش كذا. خلاص النهارده بقول لك معروف جدا جدا جدا، مفيش ولا كامبين عنده في الشهر. خلاص اتحرق، بس معروف اتحرق. يجيبش ارقام، يجيب فيش اي حاجه، مفيش سيلز. وده عشان الحاجتين اللي انت ذكرتهم، يا اما مفيش فاليو حقيقيه بيقدمها من خلال رسالته في السوشيال ميديا، او علشان خاطر اشترى مشاهدات واشترى بالظبط، او هو كان بيشتغل فتره ايام ما كان الكلاينت مش فاهم والاودينس او الجمهور مش فاهم، فكان اكل عيشه هنا. اوكي. وكان هو الوحيد اللي في الماركت. النهارده لو عايزين ناكل بيتزا مفيش غير واحد بس، مضطرين نروح لحد عنده. النهارده في 500 اوبشن، مليون في المية. وبيتزا ايطالي ولا مش عارف بيتزا ايه، ولا في 500 اوبشن تختار. فدلوقتي بقت في 500 واحد يعمل كونتنت، فالباشا اتكشف. مش عارف اقول لك ايه، بس انا ملسوع من موضوع 2 مليون فولور. هو كان اكل عيشهم فتره، بس نفرح دلوقتي ان اللي عندك الجمهور فاهم. الجمهور دلوقتي ما يضحكش عليه خالص. الجمهور فاهم، والجمهور بيحس وبيعرف. وده يخليني بسألك سؤال كنت مأجله شوية، بس هضطر اساله لك. يلا بينا دلوقتي. في ناس يعني انا قعدت معك، شفتك اونلاين، كلمتك في التليفون، كلمنا تاني بين رسائل وكذا، وكلمت معاك نقاش وكلمنا في حاجات حياتية جميلة وكده. انت نفس البني ادم، اوكي، نفس الصوت، نفس القعدة، نفس كل حاجة. ف دي personality ولا هي برضو persona؟ وفي النقيض بقى بلاقي ناس
لابسه وش كأن لابسها عفريت. انا والله يعني مش جاي انظر ولا انتقد، بس بما ان احنا بنتكلم في السوشيال ميديا وانت شخص انا بحترم رايه جدا والامباكت بتاعه، ففرصه بقى ان احنا نسال كل التساؤلات اللي عندنا وعند ناس كتير زيي. هي قصة السوشيال ميديا عاملة زي بدلة، يا تبقى مقاسك ما تزودش وتجيب حاجة هي مش مقاسك، يبقى يعني هتطلع بصورة مش انت، هتتكشف قدام. ولما تنزل تقابل، افرض ضحكت على الناس، ضحكت عليها مرة التانية، طب مش هتطلع على ستيج؟ هتعمل ايه؟ طب مش هتقابل الناس 1 تو 1؟ هتعمل ايه؟ انت مبايع صورة مش حقيقية، بايع ان انت دمك خفيف وانت في الحقيقة كذا. هتعمل ايه؟ هتضحك الناس؟ يلا يا باشا، ربنا رزقك وجالك ستيج، يلا عندك 1000 واحد ضحكهم اهو، عندك 1000 واحد اقنعهم. فانا اسهل حاجة عامل زي التمثيل. حلاوة التمثيل ان انت ما تمثلش، او الممثل الشاطر اللي ما بيمثلش، اطلع على حقيقتك. اخر ستوري كنت منزلها او على التيك توك، السوشيال ميديا هو ان انت خليك انت على طبيعتك. قابلك في الحقيقه الاقيك بطريقه هي موجوده على السوشيال ميديا، هي اللي موجوده على الانستجرام، هي اللي موجوده على التيك توك. مش على التيك توك انت بتبيع لي حاجه، وموجود على الانستجرام حاجه تانية، وفي الشارع انت حاجه تالتة. اسهل حاجه خليك طبيعي، اسهل لك وهتريح نفسك، وهتبقى عفوي ومش شايل هم الناس تشوفني ازاي، الناس هتفتكر ايه خالص. وقول عيوبك اكتر ما تقول مميزاتك. فكره انت تطلع على السوشيال ميديا ومصدر للناس البرفكشن، ان انت الولد اللي ما بيغلطش، اللي ما فيش منه اتنين، اللي بتمشي على الحيط، باشا اهدى بس كده وصلي على النبي. مفيش الكلام ده، مش موجود. مفيش الموجود ده. انت لازم تطلع وتشارك التجارب بتاعتك. انا اتنصب عليا امتى؟ حصل لي مشكله في ايه؟ الصعوبات اللي قابلتني. خليك حقيقي. عايز يبيع يصدر للناس فكره ان انا اللي بمشي على الحيط، مفيش مني اتنين، ده غلط. وهتبعد عن الناس عايزه حد حقيقي زيها. هو ليه التيك توكرز اتشهروا بسرعه، او شهره التيك توكر اسرع من شهره الانستجرام؟ علشان على الله طالعين كده طالع بنفسهم تيك في يرفع سماعه بيوتهم في مش التليفون. عارف ايه. النهارده بقيت تشوف ام خالد ليه الناس دي اتشهرت في نو تايم؟ عشان حقيقيين. حقيقيين. هي مش عايزه حاجه، هي بتتكلم كده، وبتنزل الشارع بتتكلم كده، وبتكلم ابنها كده، وبتكلم جوزها كده، وبتشتري الفاكهه كده، وبتشتري روح عند الدكتور بتتكلم كده. هي دي البرسوناليتي بتاعتها. اسرع طريقه للنجاح خليك حقيقي. يعني حتة ان انا البس وش هتتكشف، دي حته مش بتاعتك، وحبالها قصيره قوي. جميل الكلام. هتتكشف. انا مبسوط انا مبسوط ان يعني بسمع كلام زي ده والله. عندي بقى حتة كده ايه عايز استفسر منك فيها، يلا بينا. مع ان يعني اشك ان الاجابة حد يعرفها اصلا، بس ماشي. يمكن تطلع يمكن. معك. يمكن بيكون في واحد ماشي في السوشيال ميديا، انا شفتها مع اصحابي وناس عملت معها لقاءات او ناس بنشتغل مع بعض، تلاقيه عمل فيديو ضرب 4 مليون مثلا مشاهدة، وبعدين رجع نام تاني، نام خالص. يعني نام مثلا بيعمل مثلا 3-4 آلاف، ما بقاش يعجبوه، مع ان هو في البداية حلوين مش وحشين ال 3-4 آلاف مشاهدة اللي بيجوا في الاول دول. تفتكر ايه السبب؟ ده سؤال تاني مرتبط بيه، بيكون مثلا فيديو واحد هو نفس الفيديو نزل في اكتر من بلاتفورم، واحد ضرب وجاب مشاهدات كتير جدا، وواحد تاني ما جاب 500 مشاهدة مثلا ما شافش. اكيد طبعا. بتشوف الحاجات دي في الواقع، والناس تقعد تسأل بقى فاهم، يحصل لها الدوامة اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية. افتكر ايه السبب يعني؟ في حته خوارزميات. انت الفيديو اللي جاب ده لازم اعرف جاب ليه. تحليل جاب عشان بقى. طريقتي، جاب عشان اللوكيشن، جاب عشان الهوك اللي في الاول، جاب ان اصلا ده هوت توبيك. يعني ممكن يكون التوبيك ذات نفسه او مهم، سخن في الفترة دي. فالفتره دي كذا، فانا لازم اعرف واحلل الفيديو ده جاب ليه، وانالايز، وابدا اعمل منه فيرجن 2. ما عدهوش، بس فهمت الناس حبتني اكتر لما اتكلمت في العلاقات، الناس حبتني اكتر لما اتكلمت في الفلوس، فابدا اجنريت حاجه تانية منه، وابدا احلل الفيديوهات اللي بيجيب، او الناس حبتني في ايه وما حبتنيش في ايه. فلازم الارقام او المشاهدات دي انسايتس كده، لازم اقعد احلل واشوف ايه اللي بيجيب وايه اللي ما بيجيبش. اللي بيجيب اعمل منه فيرجن تاني وتالت، واعرف خلاص كده مسكت طرف خيط. اللي ما جابش خلاص ما جيش جنب السكه دي، الناس مش حباني فيها، او مش لايقه عليا، او مش بتاعتي. ما حاولش، وابدا ان انا اجرب حاجه. فانت في الاول جرب خليك بتاع كله، لحد هيجي لك ارقام الناس هتفهم، او انت تفهم الناس حباني اكتر في كذا وفي كذا. خلاص كمل بقى يا باشا في الحتتين دولت.
ميك سنس ولا مش لا حاسس؟ ميكس بيرفكت سنس. يعني كنت قريت حاجة كده أو سمعت حاجة مش فاكر، اللي هو نفس الاستراتيجي اللي انت نزل وخلي الناس تقول لك عجبهم ايه. انت مش هتعرف، خلي الناس هي اللي تقول لك زي بالظبط. نفس النظام. بس هي برضه في شغلة اكسبرت بقى، ان حد يمسك الاكونت بتاعك هو القصه لازم يكون بيعرف يقرا داتا، ويحلل بيعرف يقرا الداتا ولا ما بيعرفش يقرا الداتا، ويعرف يربط المواضيع ببعضها. في فيديو اتقال الشهر اللي فات وهو نفس التوبيك بتاع الشهر ده، ازاي كده اربط الفيديوهين ببعض واجنريت حاجه ثالثه. فهي لازم حد بيعرف يقرا الخوارزميات، يعرف الفيديو جاب. فعشان كده في حد جاي فيديو جاب، ايوه جاب ليه مش عارف، فيفتكر ان ده صدفه. لا انا احلل، يمكن عشان الهوك، طب اجرب اكرر نفس الهوك ده في حته تانية، يمكن التوقيت، يمكن 500 حاجه. فلازم يكون هو بيفهم في الشغلانه عشان يعرف يحلل الفيديو ده نجح ليه وما نجحش ليه. يمكن نجح عشان هو بسيط، والفيديو اللي احنا تعبانين عليه وجايبين مونتاج واحسن كاميرات وثلاث اربع كاميرات ما جابش. بس في ميستري. طب سؤال تاني، دلوقتي في ناس بتقول لك مثلا نعمل ميديا باينج في الاول عشان الناس تعرفك. هل الموضوع ده ممكن يأثر سلبا على طبعا. الخوارزميات؟ يأثر طبعا. اكتر غلطه ممكن واحد يبداها اول يعمل اكونت من هنا ويحط الفيزا سبونسر اد وعمل اعلانات مموله من هنا. غلط. انت اكبر اورجانيك او زي انت النهارده بتروح الجيم، اول ما البيرسون ترينر يقول لك بص خد الحقنه دي، خد الحبايه دي، شكرا اركن على جنب خلاص، كارثه. طب ما اجرب اورجانيك، مش يمكن جسمه يقبل على الاورجانيك؟ اكيد هو محتاج تمهيد اجرب اشوف الجسم اللي معايا ده، اعمل الامبادي بتاعي ان انا اشتغل اورجانيك، مش من اول اي حاجه اتفضل يلا انجكشن يلا بقى فورمه الساحل. ايوه ما بعد هنعمل ايه بعدها؟ هو معاه برودكت عايز يبيعه له، اللي هو شخص بتاع هرمونات ويديله كورس مش عارف ايه. ايوه انت كده بتضره، بعدها هيعمل ايه؟ فهي راجعه لضمير الشركه او ضمير الماركتير اللي شغال. انا من نوع بقول له بص قادر تتعب من 3 ل6 شهور، نفسك طويل، بس هنتأسس صح. عشان حتى لو مشيت كملت لوحدك ورحت شركة تانية يقول لك الله يبارك اللي قبل مني اللي كان شغال، لك الله يبارك له. القنوات دي. يا إما عايز حل سريع، لا يبقى النمرة غلط يا باشا، شوف لك حد تاني يديك نرجع بقى حتة اللايكات الفيك، المشاهدات فيك، الفولور فيك، كل حاجة فيك في فيك. بس الميديا باينج بتدي اكسبوجر، يعني هي انت على اورجانيك يعني شكله عامل ازاي. هنرجع لو انت معاك اشطر ماركتير، ما هو يعمل ماركتينج او يعمل كامبين على فيديو، صح. الفيديو ده لو مش كرييتيف يبقى فلوس في الارض. فلوس في الارض صحيح. تعالى النهارده نفس $1000 ومعايا فيديو قوي فعلا متعوب عليه اورجانيك صح، $1000 تاني على فيديو تاني، لا ده هيروح هيجيب نتائج. $1000 تجيب لي $100,000، والتاني $1000 لو جابت لي $500 يبقى بحق. لان شكل الفيديو شكله عامل ازاي، والريتش بتاع اورجانيك بتاع الاكونت اصلا شكله عامل ازاي، الفلوس هتتحط على شكل الريتش عامل ازاي. يعني يكون تستد وموضوع متعوب عليه. فانت النهارده لما بترمي فلوس على كونتنت الاورجانيك بتاعه قوي، اقل بادجت ممكن تتخيلها، لو اقسم بالله رميت $100 يعني تجيب لك نتائج احسن من $1000. انا بس بقعد اجرب. فاهمك. بس العب اورجانيك الاول وتست وجرب. وحتى السبونسر اد ليه تركايه، انا مش ميديا باير بس انا من نوع قلت لك انا من عائله الدحيحه اللي بتقعد تذاكر. ليه تركات معينه ومش بميزانيات ضخمه. تست الاول يعني تاتش ما يبقاش غشيم وراح حاطيلي $5,000-6,000. الكورسات بتاعت دوك ايه. انا من راسي الاورجانيك، انا بحب العب طبيعي. هو ناقصني انا ايد ولا رجل ولا اسهل حاجه اقول لك هات الفيزا بتاعتك وحط لنا $1000 وتفضل المشاهدات؟ لا. طب ليه اتعب شويه في هوك، اتعب شويه في استراتيجي، اتعب شويه في البادي والكول تو اكشن، اتعب ما تشتغل يا عم. انت النهارده لو انت واقع في شركه كويسه هتشتغل اورجانيك صح. مش انت فاهم سايكولوجي العميل عايز يشوف ايه؟ طب ما تعمل لي فيديو مستهدف للتارجت اودينس صح، معمول فيه هوك صح، بادي صح، كول تو اكشن صح، فريم شكله مريح، سيت اب شكله مريح، وسمي الله وبسم الله يلا. لما يأس في الاورجانيك واحس ان الدنيا مش جايبه يأست خلاص، هنا نحط سبونسر اد، اعلانات مموله وبجرعات معينه، ما تبقاش غشيم، تركايه بسيطه، توبوش ما اعتمدش عليها.
عشان حتى ممكن الخوارزميات تعرف ان انت بتدفع تستناك بقى هو النهارده الانستجرام هي ميتا كلها او اي منصه هي كلها ببلاش. هو بيكسب منين؟ بيكسب من الاعلانات المموله. هو من مصلحته انه ما يكبركش اورجانيك عشان تحط الفيزا وتدفع. هو عايش على الناس دي، وانا من مصلحتي ان انا اشغل دماغي على الخوارزميات او اذاكر خوارزميات كويس وانجح الفيديو من غير ما اجيب من غير ما ادفع، من غير ما ادفع، يكون انا اللي بدي فعلي. بالظبط. لو الكونتنت بتاعك، ما هو برضو السوشيال ميديا البلاتفورمز محتاجه كونتنت حلو عشان تعرف تبيع للي مش حلو. بالظبط. يعني بس طبعا بيتاكد منك بقى ويقعد حاجات كتير. هو النهارده محتاج يختبرك، صبرك، بيختبرك ويشوف حاجات زي كده ويقفل عليك في الاول، يشوفك مكمل. هي انا قتيلك، انا هفضل اشغل وانزل كونتنت لحد ما الانستجرام يزهق مني، يقول لي خلاص يا عم انجح خلاص يا عم خوارزميات هي اتفتحت. لازم ازهقوا مني. مش عملت 4 فيديوهات ما جبتش حاطط الفيزا، لما عامل لي يشتغل 3-4 شهور 20 بوست في الشهر، 25 بوست في الشهر، يعني لما عامل لي 80-90 فيديو ويأس 90 فيديو لو نزلوا اورجانيك هتنجح عافيه. 90 فيديو 3 شهور بنزل. تخش في ال 10,000، يعني هتعدي ال 10,000 مارك ولا 20,000 وكده. ما انت بتنزل اورجانيك بيجي لك ارقام، بتحلل الارقام دي، ببدا اشتغل ايه اللي جابه ايه اللي ما جابش، واللي جاب ده بخليه يعمل منه تاني، واللي ما جابش بجرب معاه مره تانيه، ما جابش خلاص استبعد. لازم احلل ولازم يكون معايا ارقام واشوف ده اللي جاب ليه وما جابش ليه. اسهل حاجه الشركه بتعمل ايه؟ حط الفيزا والعميل يدفع، خلاص العميل مبسوط وانا مبسوط وخلاص. ايوه العميل ده لو بطل يعمل العميل مش سبونسر مبسوط، العميل ما بيحبش يدفع. بالظبط. بس يوم ما يبطل مفيش دفع مفيش فلوس. بس شكله حلو، يعني هو اشترى شكله حلو. شطارتك انت ان انت تعمل مفسيخ شربات ان انا جايب الارقام دي كلها وببلاش. بس تعرف محمد، حقيقي والله الفرق ما بين الشركه او الايجنسي المحترمه الكويسه اللي وراها عقل هو اللي انت بتقوله ده بالظبط. يعني على مدار حياتي شغال اعلانات وحاجات زي كده، مش ظاهر في الكاميرا يعني، بس استخدمت الحاجات دي. الفرق الجوهري المهم جدا الحته دي اللي ما حدش بيعملها او الا من رحم ربي. يعني انا اعتقد في الوطن العربي ممكن 10% من الايجنسيز اللي موجوده اللي بتتعب في التحليل، اللي بتخش تشوف الارقام وتشوف المواعيد وتشوف ايه اللي جاب وايه اللي ما جابش وجاب ليه وما جابش ليه وتقعد تحلل وتخطط. دي تقريبا قليل جدا. وفي ايجنسي تانية مش عايزه اعمم، بس في ايجنسي من مصلحتها العميل ما يفهمش. انا بتعامل مع العميل ده، تعالى علمك الشغل هنا. حتى لو ما فهمتوش يا محمد اديه خدمه، يعني مش لازم تشرح له، مع انه يعني مش عايز هي مش انا بوعي العميل، تعالى ده جاب ليه وده ما جابش ليه، وعشان افهمه ان انا شغال وارقامي شكلها عامل ازاي وبحلل. في شركه تخاف ان هي تفهم العميل، فالعميل كده فهم فبقاش محتاج الشركه. بالعكس يحتاجك اكتر فيحس ان انت فاهم ويقول لك ابوس ايدك، مش هيبدا يركز معاك بعد كده. لو في شهر وقع منك هيصبر عليك ان فاهم انت بنيت تراست معاه. فالشركه مش عايزه تعلم العميل. اقول لك ايه اللي بيحصل؟ ايه؟ مش عايز اخبط في حد يعني، سامحونا يا اخوانا. بيقول لك بس تيجي تقول له مثلا الارقام فيها حاجه غلط، طب تعالى بص على مواعيد، بص على ما اعرفش ايه، يروح جاي يقول لك انا حققت 700 مليون مشاهده الشهر. يا عم انا مالي من الشهر اللي فات، ومالي الكوارتر اللي فات. بقول لك انا اشوف خدتك ايه ووديتك وبقيت ايه. فاهم قصدي؟ صح. انا مالي، انا بقول لك دلوقتي احنا بقى لنا 28 دايز دلوقتي في حاجه مش مظبوطه، كلمني فيهم، قول لي احنا غلطنا في كذا، انت وحش هنغير فيك، او الاناليسيس بتقول كذا كذا. لا هو يدافع. يمكن دي عند المصريين اكتر حاجه الصراحه. دي عقده مصريين بيحصل فعلا، وتلاقيه مقفل كده لا احنا كويسين، ده انا عملت كذا وعملت. يا عم ما احنا بنينا الاهرامات تمام، تعالى بقى نشوف نبني هرم جديد يعني. صح. فده فرق. مبسوط والله ان في يعني العقليه دي، وده طبعا سبب من اسباب النجاح يعني. ربنا اكرم عليك. الحمد لله. ناخد حته تانية بقى. ايه؟ يلا بينا. يعني مش عارف اجيبها ازاي، بس كنا اتكلمنا فيها احنا يعني على المستوى الشخصي. الحته يكون حد مثلا شغال في شركه ويقعد يحسب المدير بياخد كام وصاحب الشركه بياخد كام وانا احسن منه واقدر اعمل زيه ومش عارف ايه. يلا مست الموضوع ده بيحصل. هنرجع لحته النفوس الضعيفه. هو الشخص لو نفسه ضعيفه ونفسه او شيطانه
اقوى منه بيدخل الدوامه دي. انا اللي عامل الشغل، انا اللي بعمل، انا كل الكلاينتس دي بتيجي عشان خاطر ايدي انا. فبيبدا هنا الشيطان يخش له في الحته دي، فيبدا الايجو يشتغل، او يبدا الاستكتار على صاحب الشغل او على المدير. فبيبدا الشيطان يحسسه بقى ان انا الواد الفورمال الجامد اللي ما فيه. ده انا عايز اضحك بس يعني عشان صعبانين عليا والله. انا شفت نماذج زي كده والله بيصعبوا علي. انت اول حاجه ما حدش يعرف انت بتصرف كام اصلا على البيزنس بتاعك، وعندك بيرول شكله عامل ازاي، واليوتيليتي شكلها عامل ازاي، والضرايب والستورج، حتى الكلاود بفلوس كتير. يمكن كفايه ان انا خدت الريسك. تعال طبعا. خد الريسك، تعال افتح بيوت. لا انت ما فيش. النهارده فاتح بيتك بالعافيه هو كموظف. طب انا خدت الريسك، هل انت شخصيتك تعرف تاخد ريسك يكون عندك 10 20 30 موظف فاتح 30 بيت وناس متجوزه ومخلفه؟ فده يمكن مش رزقي اصلا، يمكن ربنا بيكرمني وده بنسبه كبيره بيكرمني عشان خاطر الاوفيس بوي اللي عندي. الشركه دي كلها من اولها لاخرها بالفلوس دي كلها عشان خاطر الاوفيس بوي اللي موجود. ما احنا مراسيل كلنا حلقات في بعض، وكلنا بنفتح بيوت بعض تاخد من ورزق هنا لبعض عشان تدي هنا بالظبط. فما ما بيشوفش بقى وبعدين هو بيشوف اللحظه الاخيره. هو جاي لسه متعين بقاله اسبوع، لسه متعين بقاله شهر. طب انت يا ابني شفت انا جاي بلد ايه؟ طب انت شفت انا كام مره يا ابني نمت في مترو او كنت بجري عشان خاطر الحق اخر محطه؟ طب انت شفت البارتيشن اللي كنت نايم فيه شكله عامل؟ هو بيجي يشوف اللقطه الاخيره، ما بيشوفش ايه اللي وصلني لحد هنا. يمكن ربنا بيكافئني ان انا بقالي 10 سنين بعمل الحاجه وما مليتش بنفس الكواليتي وبنفس الاحترام ونفس الاخلاص. دي عارف مكافاه نهايه الخدمه. يمكن ربنا عايز يريحني، اقعد اهدى، بيجازيني على قد النيه اللي كانت موجوده. طب انت عارف انا دفعت ضريبه ده قد ايه؟ طب انا اتغربت وبعدت عن اهلي ووقع قصادي غلط وكذا مره اقول لا، فربنا بيكافئني. فهو شايف الحته بتاعت كل الكلاينتس دي عنده وانا اللي بقى. اول ما بيخش الحته دي بقى ويخش حته الاستكتار بيتسوح او الدنيا ما يكون بتظبطش ربنا معاه. مسلط عليه نفسه، او يعني بالظبط. يكون او هو سمح لنفسه ان هي تفكر غلط اصلا، وعايز بس ياخد الريوردز او باصص لحد في رزقه، وده غلط جدا. كارثه. وفي نفس الوقت معرقل الطريق وهو مش شايف قدامه، بص في وقتك انت، ذات مع ان واي امتحانك غير امتحانه. ذات واي عشان كده بتلاقي ناس موهوبه، ناس عيل ايده تتلف في حرير، بس ليه مش الدنيا مش ظابطه معاه؟ السلكان زيرو، زيرو سلكان. وعيل تاني لسه يعني كموهبة ولا حاجة، بيمشي الخط لسه بس بادئ. عمال يترقى، عمال ربنا يكرمه هنا، عمال ليه؟ ربنا بيكرمه عشان خاطر نيته، عشان خاطر سلكانه. التاني اللي ايده بص عنده موهبة بنت لذينة بس سلكان صفر. تغور الموهبة الصراحة. فده هيفضل طول عمره من شركة لشركة، من مدير لمدير، وعمال يتنقل. ده تبص السي في بتاعه عمره ما عدى 6 شهور، من شركة لشركة، شركة لشركة، يفضل في نفس الدوامة دي، مع ان شغله الله اكبر. بس هي قصة مش شغل، قصة موهبة، جزء بسيط جدا 20 30%. الباقي ده كله اسلوب، سعي، اتيتيود، سلكان، علاقتك بربنا، حاجات كتير جدا. مش قصة هو بيشوف ان انا 100% موهوب، هو ده حقه، وده شيطان اللي بيدخله في الحتة دي. انت يلا، وانت الفيديو كله انت اللي عامله. دي أول خطيئة يعني. ما طبعا إبليس رفض يسجد لآدم علشان، أو سيدنا آدم بالظبط. علشان ده من دي أول خطيئة يعني. عشان كده بقول لك الشيطان بيكمن في التفاصيل، بيدخل له بقى في الحتة دي، قاعد بالليل بعد الساعة 12 وعمال بقى تمنتج لك انا ولا اللي تقطع بمنتج، ولا وانا وانا تكتب وانا ولا معرفش وأوكا جاي الساعه 1 الشركه، جاي بكوبايه القهوه في ايده وجاي: ها يا شباب عملتوا ايه؟ وانا اللي شقيان وانا جاي. ايوه يا حبيب قلبي، سنه الحياه، لان انا في يوم من الايام كنت قعدت مكانك، بس انا صبرت وقعدت اترقى واعمل علاقات واسلوبي يبقى كويس. فالناس تيجي لحد مدير تقول له انا عايز اوكا هو اللي يشتغل لي. ففضل ها لحد ما ربنا، انا مدير قال لي انت بتعمل ايه عندي؟ يلا يا ابني روح افتح شركتك، ولا يا ابني روح اشتغل. خلاص خلاص يا استويت. ابني انت استويت، الله اكبر عليك. وانا كنت سالك معاه، او الدنيا بينا كانت كويسه. إن شاء الله. فهي بتيجي كده. بس أنت اديت له قد إيه؟ ما أنت برضه اديته كتير اديت له كتير وما استكترتش عليه تعبك، لأنه بيقبضك في الأول في الأخير. بالظبط. فهي راجعه للنفوس، النفس هي اللي متحكمه في نجاح الشخص. طب ادي نصيحة للناس دي كده مباشرة والله من الواقع. نفسي الناس تسلك
ولان دلوقتي غصب عني، او والله لا، بص لحد دلوقتي بلتمس لهم العذر، يمكن عشان الدنيا صعبه عليهم، الالتزامات. بحط له العذر بتاع، بس ساعات بحس ان الواد، انا بشوف ان الحرامي هو اخد نصيبه بس استعجل عليه. كان رزقك، انت سرقت قد ايه؟ 100,000 يهبل. لو كنت استنيت شهرين 3 كنت هتاخد ال100,000، بس انت استعجلت على رزقك، اخدتهم بطريقه غير مشروعه، فبقيت حرامي. هتاخد رزقك هتاخده، اصبر، كنت اخدتها بطريقه كويسه. فالناس اصبر، انت عليك تشتغل وتسعى وتدعي، وقاعد خليك قاعد لحد ما الباب يخبط، فلان الفلاني يلا خد رزق وخد وهي بتيجي فلوس. كده، وبتيجي. بينام وبيصحى. والله العظيم مش فهلوه، هو الواد فاكر ان انا عشان شغلت دماغي على 2 3 في مصر فيجي دبي بنفس الاتيتيود، يا صاحبي وهنعمل ايه والمصلحه، ويعوج له لسانه لحد هنا ويمشي لي بقى عامل ازاي، فاكر لا اللي بيحصل هناك ما بيحصلش هنا. يعني هتعمل هنا مع، طبيعة ودي بيئة هنا ودي هتعمل ايه يا باشا بيئة مع اللبنانيين، وهتعمل ايه مع الكنديين، وهتعمل ايه مع التوانسه، وهتعمل هنا وأمريكان منافسه وإنجليز وألمان 500 حاجه، انت هتسد مع مين؟ وهناك كنت بتلعب على في الحاره بتاعت بيتكو، هنا مفيش الكلام ده. نفسك عامل ازاي، سمعتك عامله ازاي، الباك جراوند بتاعتك عامله ازاي، الفيجن بتاعتك عامله ازاي، وصبرك وقابليتك على التعلم والتكيف فهتتكشف. عاملة ازاي. مش معنى ان انت نصبت على 2 3 هناك في شارعكو وكنت لسانك حلو، تيجي هنا تعمل لي فيها كذا. انت هنا بتلعب في دوري الأبطال هنا دبي هي المقياس الحقيقي للنجاح، دوري الأبطال. الاختبار الحقيقي. ولا في اي حته ايا كان البلد اللي بيتفرج عليا منها، تعالى دبي. الفطاحل بتاع، هو النهارده الشخص بيقفل البلد بتاعته فبيروح جاي دبي، ليفل اعلى شويه، دوري المحترفين. أنا اشتغلت في بلاد كتير. مم. اشتغلت في مصر طبعا، اشتغلت في لبنان، اشتغلت في انجلترا، اه واشتغلت في البحرين. وانجلترا بقى لفيت يعني حتى سكوتلاند وايرلند وما اعرفش ايه. اشرس كومبيتيشن للامعين هنا، اشرس كومبيتيشن يعني في انجلترا. كنت متفوق بس عشان دافي شويه، تخيل. يعني عشان بس انت ادفى. انا كنت شغال في الهوسبيتاليتي، فاحنا بطبيعتنا تعالى تشرب ايه وتاكل ايه بس عشان الحته دي نصيب يعني. بس برضو الكومبيتيشن هناك مش مفرمه زي هنا. صح. انت هنا يسنوز، هنا اليوم بيكلفك فلوس، هنا راحت كلمني عليك. ارقام. دبي كلمني ارقام، في بلدنا كلمني مشاعر والقعده الحلوه والصحبه الحلوه وحشني وتعالى نفتح بيزنس مع بعض. هنا ارقام، بيقعد معاك هو شايفك ارقام. ارقام ما بتكذب هدي ايه وهستفاد ايه. وما بتسيبش حد في حاله. فالشخص اللي ما عندوش الباك جراوند بتاعه الارقام، ان انا افيد قبل ما استفيد، ما بيعرفش يسد في دبي. طبعا لازم والنتورك بتاعتك تكون لك فاليو، لان ليك مليون بديل. بالظبط. صح، 100 مليون بديل، ليك مليون واحسن بديل منك وارخص منك، وارخص. ده كل يوم يعني، كل يوم في حد جديد بيدخل عايز يكسب منك السوق مثلا، بالذات لو انت صاحب بيزنس او حتى موظف. يعني انت افتح بوزيشن. انا والله العظيم من يومين 3، لا من اسبوعين كده، فتحت بوزيشن اتخضيت، والله العظيم اتخضيت. انا قلت يعني يبقى حظي حلو لو لقيت حد، لقيت سيبات جايه من كل حته في العالم. ما هو دلوقتي دبي بقت هي الهب بتاعه الشغل، الحلم الامريكي بتاع زمان او أيوة. حلم دبي دلوقتي كله عايز يجي. وللاسف بعض الدول الدنيا بقت مش احسن حاجه، فاسهل حاجه كل شارع بتلاقي فيه 1 أو 2 على الاقل في دبي، يروح باعت له فيزا ويروح جاي. فيعني الناس عايزه تسعى وعايزه تيجي. حلقه تانية دي. دي دي حلقه تانية. بس في ناس والله بتيجي ويمكن نامت في جناين والنهارده اصحاب مناصب يعني او شغالين في اماكن حلوه. انه ربنا بيكافئ. وبفرح ان هم مصريين. بفرح ان البوزيشنز، ان 3/4 ناس ان بتشوف مثلا بوزيشنز مهمه وتقيله وتلاقيه ان هو من مصر. فبفرح جدا. هو عربي دي بحاجات طبعا تبسط عشان بس اخواتنا الباقيين. طب في فيديو شفته ليك عجبني وانا شيرته واتبسطت فيه واتفرجت عليه اكتر من مره. ماشي. انت قلت كنت تقريبا بتكلم التيم بتاعك بتقول لهم في 2026 عايزك تدخل بالمنتاليتي ان انا ناجح، انا حققت، ويعني مايند شيفت كده عظيم. انا بقى مش عايز اعرف انت قلته ليه، ان انا تقريبا عارف انت قلته ليه، بس عايز اعرف ايه الباقي يعني.
انت جربت ده؟ هل ده الاسلوب اللي انت شغال بيه بقالك قد ايه؟ حققت بيه ايه يعني؟ انه هي تب حلوه قوي للناس يعني. فاكر لما قلت لك انا ما عملتش اي حاجه ولا سافرت ولا خدت كورسات ولا اي حاجه؟ انا لما غيرت المايند سيت بتاعتي الدنيا ظبطت. اوكي. انا شايف ان انا شاطر وبعمل اللي عليا واستحق ان انا اكون شخص غني، ان انا اكون شخص مرتاح، ان انا اكون شخص الناس تشاور عليا تقول انا عايز اشتغل مع الشخص ده. اذا حاجتين، اشتغلت على الجزء التكنيكال بتاعي التقني بتاعي، ان انا ازاي فعلا اكون شاطر، اطور من نفسي، اذاكر، اعرف المنافسه، الحاجات دي كلها. واشتغلت على طاقتي، اوكي. ان انا فعلا اثق في نفسي، ان انا فعلا استحق، ان انا جيت الدنيا دي مش عشان اتمرمط، مش عشان اتبهدل، اعمل فلوس. ما ممكن فلوس تتعمل بس بعد شقه وبعد طلوع روح، لا انا جيت اعمل فلوس كتير جدا وبسهوله جدا. فلما غيرت الفكر بتاعي، الفلوس هي اللي بتيجي عليا، بتدور عليا، الشهرة هي اللي عايزاني، الكلاينت اللي انا كنتش احلم في يوم من الايام هو اللي بيعمل لي فولو. انا ببقى قاعد اقسم بالله بتلاقي بتوع شارك تانكس انا اسف تعمل لي فولو ليه؟ حضرتك شارك تانك تعمل لي انا فولو؟ يا نهار ابيض. انا بقيت تستاهل يا محمد. مش قصدي، بس عملت ايه؟ نرجع لحته السلكان، ان انا فعلا عايز افيد، ان انا عايز اقدم فاليو، ان انا من هنا على قد ما اقدر متحكم في نفسي ومتحكم في شيطاني، مفيش حد فيهم بيعرف يدخل لي، ومظبط طاقتي ان انا فعلا اكون في طاقه استقبال. مظبطها طاقه استقبال. طب ماشي، اسمح لي، اتفضل. انت راجل عملت الشغل بتاعك، فده اوت كم طبيعي ولا انت ايه رايك؟ يعني ايه؟ طيب اشرح لي السؤال اكتر. يعني انت قعدت فتره تبني في السكيلز بتاعتك وتشتغل وتكافح، وبناء عليه بقيت تستحق من وجهه نظرك، قناعاتك بالظبط. يعني، سيبك من الناس، لا قناعتك الشخصيه. قناعتك بقيت تستحق، فبناء عليه اتحقق. صح. فبقيت يقين دلوقتي انه خلاص انت ماشي في مشوار نجاح، وده اللي انت بتحاول تبنيه في الشباب الصغير بتوع او الناس اللي شغالين معاك او العالم نفسه، لان انت بتنشر الكلام ده لكل الناس. صح ولا انا غلط؟ بص هنجيب اتنين، في محمد اوكا وفي واحد اسمه فلان الفلاني، الاتنين شطار، بس محمد اوكا شايف ان انا استحق حاجه زي كده. انا عليا احلم ومش بتاعتي تيجي ازاي. عليا احلم ان انا اجيب العربيه دي، ورقه وقلم تقول انا عندي قد كده كلاينت او باخد قد كده في الشهر، استحاله اجيب العربيه دي، استحاله. يعني انا النهارده زي مثلا بعمل مش ماشي بالورقه والقلم، مش ورقه مش بالورقه والقلم. انا عندي 3 كلاينت ب10، انا عندي 30,000، هجيب عربيه زي ب 700,000. هنا مخه بيفهم ان ازاي 30,000 هتجيب 700,000. محمد اوكا بقى ما بيحسبهاش كده، بيعمل 30,000 وهجيب اللي ب 700,000. ما بتعرفش بتيجي ازاي، بتلاقي ربك كرم، ربك يسر، تك 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 سخر لك الدنيا والاسباب علشان. فاذا في حد قافل ليه علاقه بالورق المنطق، وانا اللي هو متكل على ربنا. احلم يا باشا، انا هشتري الفيلا دي معرفش ازاي وفين بس هجيبها. انا هسافر البلد دي ازاي وفين معرفش، معيش فلوسها او عيش معرفش. الرحله دي هتكلفني $10,000، مش معايا منهم غير $1,000، هسافرها اقسم بالله. وبيحصل الحمد لله. الحمد لله. بس احطها في دماغي وبشوف نفسي انا هناك. بس انت اقول لك حاجه، كنت بدخل على الاي اي واركب نفسي في ايطاليا واشوف نفسي واحطها وول بيبر انا في ايطاليا، وقبل الشنكن ما تطلع لي بذاكر ايه في ميلان مطاعم، وهشوف في لسه انا مش عارف اصلا هتقبل ولا هترفض، بس انا شايف نفسي انا هناك. اوكي. وباكت لايك انا هناك، ومين من اصحابي في ايطاليا عشان انا جاي اشوفكم، وهي لسه انا ورقي انا باسبوري لسه ما رجاليش اي حاجه، بس انا بشوف نفسي انا في الحته دي. مهمه جدا الستيتمنت. معيش فلوس العربيه ال جي، وداخل بريفيوهات، واروح مرسيدس خانقهم. لو رحت مرسيدس تلاقيهم بيكرهوني، مش تيست درايف. يا ابني انت معكش يا ابني الجنط بتاعها، معكش فلوس الجنط بتاعها، ماليش فيه، ربك هيرزق. فاعمل وبروح بس اشتغل وبسعى، وحاططها وول بيبر عندي، وبشوف بتخيل نفسي وانا سايقها بتاعتي خلاص بتاعتي، وربنا بيوفق. ماليش دعوه بقى، بتجيش بقى لي دعوه بتيجي ازاي، دي مش بتاعتي. انا عليا اعمل الجزء اللي هو انا وربنا شركاء، انا عليا اعمل الجزء بتاعي واسيبها على ربنا، وربك بيكافئ. عايز اختم بقى بسؤال. يلا بينا. امتى الواحد يفلكس؟ يفلكس يعني
يشو مصل، يشو ويلث، يشو وات ايفر. او دي بدايه الفشل يوم ما هتفلكس. اللي بيبدا يشو الحته دي هي في شعرايه صغيره بين البوزيشننج وبين الفليكسنج. وضح لي بقى. طيب انا ببوزيشن نفسي في الحته دي عشان انا بستهدف تارجت اودينس معين، ان انا هاي تيكت. اوكي. ان فلان بتاع شارك تانك يحس ان انا لما يتكلم معايا في فند او يتكلم معايا في حاجه هتفهم ان انا فاهمه. اوكي. انا بيزنس اورينتد وعارف يعني ايه اقدر ما يشوفنيش شاب صغير، لا حضرتك انا عامل فلوس من قبل ما انت تفكر فيا، فيطمن ان انا مش هاجي اشوف فلان فلاني فهبده، انا شبعان من قبل ما تكلمني. فده هدفها ده بوزيشننج. ان انا النهارده ما اقول للعميل انا عايز اكس، ما يفتكرش ان الاكس ده ان ده اللي هيحييني، لا انا معايا الاكس ده ده تمن السيرفيس بتاعتي. وفي واحد تاني على الله ان شاء الله بيفليكس، بص ده بص ده بص ده بص ده، بس فاضي من جوه. الحمد لله خلصت الموجة دي. تقعد كانت معاه آفة. بقى يلا نتكلم بقى في اي موضوع. حماده مفيش. طب ايه رايك في كذا؟ حماده طب عملت ايه في سنه كذا؟ حماده طب الاكسبكتيشن؟ حماده طب مفيش. ده بيفليكس. دي عده النصب، العربيه الفلانيه الساعه الفلانيه والبراند الفلاني، وينزل ينصب. شوية شباب دلوقتي زي الفل وكلها فيك في فيك. بتقلع الناس دي، تقول لك بالظبط. العربية دي إيجار من المعرض الفلاني وعجبني انا الصراحة. الاختبار الحقيقي تعالى معايا تيبل نتكلم 1 تو 1 business. ونتكلم بزنس، واي موضوع انت عايزه، سياسه، دين، اقتصاد، سوشيال ميديا، بره السوشيال ميديا، انا مصروف على دماغي اكتر من اللي صرفته على الارض. نتكلم انا وانت في الموضوع اللي هو عايزه. فرجعه خد المايك، خد الحديده. انا اول ما بلاقي حد كده الاختبار الحقيقي خد المايك، يغلط بقى يلا يا باشا زيع قدامك الناس اهي، عيش حياتك، اشجيني، ابدع واسمع. وعملت تسمع العك وعملت ركب وعملت تعمل كده، وانت مع الخبره انت بتشم الرعشه. فده بيفليكس. في حد تاني بوزيشننج، انا بستهدف شريحه ايه معينه، فبس بتوريهم ان انت واحد منهم، فانا يا أو باشا انا تقدر انا تكاتر بتكلم for نفس them. اللغه بتاعتك. او انا لما اجي اقول لك انا عايز حاجه معينه بناء ما انت النهارده جبت العربيه دي منين؟ من شغلك. جبت الساعه دي منين؟ من شغلك. مكتبك في الحته الفلانيه منين؟ من شغلك. فانت يو هاف تو شو الشغل بتاعك ان دي نتيجه شغل بتاعي. اذا انا شخص مطلوب، اذا انا بستهدف فئه معينه، فده بوزيشننج غير فليكسنج. حاسس بايه في نهايه اللقاء؟ بس هي شعرايه صغيره، خلي بالك، عشان برضو رساله وصلت. شعرايه صغيره. انت الرسالة تشوف وصلت. دي من بره تشوفها هي بوزيشننج بس هي فليكسنج او العكس. الرساله وصلت والناس يعني الحمد لله بقت كلها ذكيه وعندها وعي. انا مبسوط وبقت بالحاجه ان انا الناس اقسم بالله بنزل الحاجه من هنا الناس بتفرح لي، اقسم كان الناس هي اللي اشترت. الله يبارك لك. وده طبعا بنسبه 99% الناس بتفرح لان هم عارفين سبحان الله، مع ان احنا ورا الشاشه بس هو مطلع عارف نيتي، متصدق، عارف ان هو مش بفليكس. انا كل الحكايه يا ابني انا عملت 1 2 3 فربنا كرمني بكده، تعالى اقول لك عملت 1 2، مش بستعرض ب1 2 3. انا جاي اقول لك انا ايه اللي عملته خليني اجيب الحاجه دي، روح اعملها والله يبارك لك ان شاء الله تجيب احسن مني. ربنا يكرم الجميع يا رب. شعورك ايه بالحلقه دي؟ حاسس بايه في نهايتها كده؟ انا بحب الحلقات اللي مش متحضره. احنا يلا كلام مش سيستماتيك، طالعين نوصل رساله معينه، طالعين نتكلم في توبيك معين، عايز ابين طارق في الحته دي او طارق عايز ابين اوكا في الحته دي. احنا زي ما كنا قاعدين في الكافيه تحت. انا كل الحكايه مع حته المايك ده هو ماشيه كده. انا بحب الحاجات اللي تكون عفويه، مفيش هدف، ربنا اللي يعلم، مفيش هدف من الحلقه دي ولا عشان مستني منك حاجه وانت مستني مني حاجه. انا عندي شويه معلومات قد كده، انت عندك شويه معلومات قد كده، يمكن انا عايز بس 2 3 يمكن يستفادوا من الحلقه. يستفيدوا ان شاء الله، لانه هم دول مش عايز اكتر من كده. الكلام اللي احنا قلناه واللي طلع منك يعني انا عارف الكلام ده انت بتعمله بفلوس في كورسات، فانا اشكرك. لا بالعكس، انا تحت امرك اي وقت. وصراحتك وتلقائيتك وشخصيتك الجميله. انا انبسطت بيك والله يا محمد، وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى. اكيد انا معاك في اي حاجه حبيبي القلب، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا.